الله يسعد أوقاتكم دائما وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. قال الكاتب المصري إبراهيم الفقي إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. الحالة اللي راح نشوفها الآن ما لها علاقة بالثأر، ولكن مرشحة انه تصبح في جو هيك في ثأر وفي قتلى لا سمح الله بين عائلتين مختلفتين. رح نروي كل تفاصيل هذه الحالة، ولكن بدنا نستقبل اولا صاحب المبادرة احمد سيد سعيد. اهلا يا حج، كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟ تفضل اهلا وسهلا فيك سيد احمد. شو اخبارك؟ طمني. حضرتك من الصعيد؟ من وين من الصعيد؟ من جنة. اهلا وسهلا فيك يا سيدي. انت في عندك خلاف او انت جاي تصالح صديقك عشم. هذا صديق عمرك كان عشم من نفس القرية. ولكن في خلاف بين الاسرتين، بين عائلة الاخ احمد وعائلة عشم على مسائل زراعية، لانه المنطقة منطقة زراعية والناس بيزرعوا بيتاجروا بالمحاصيل الزراعية. يعني عائلة عشم تزرع، عائلة احمد هي كانت تاخذ المحاصيل وتسوقها وتتاجر فيها. انما ذات يوم يعني قررت عائلة احمد انه هي تاخذ قطعة ارض تزرعها، تنتج فيها محاصيل وهي تسوق محاصيلها. صار في شوية خلافات بين العائلتين، مش شوي يعني خلافات مرشحة انه تتطور. الاخ احمد حب ان يستبق الامور وانه ان يلجأ الى برنامج المسامح كريم حتى يضع حد لهذا الخلاف اللي ممكن ان يستفحل في المستقبل. انا جاي عشان اصالح عشم، جاي عشان ارضي عشم واصالح. نعم بدك تصالح عشم، ولكن انت بدك تستبق اي احداث ممكن تصير بين العائلتين، اي خلافات ممكن تؤدي الى حوادث ثأر. مش هيك؟ طيب خبرني كيف القصة صارت؟ القصة ان هو كانوا بياخدوا منا زرع وبقالنا 10 سنين اختلفنا، واخواتي راحوا باعوا زرع جديدة لناس تانية، يعني شغل استغلال، يعني الناس اللي خدته غالي عن عشم. نعم. عشم بياخدوه منا من ايام الجدود. نعم. طبعا انتوا كنتوا بتزرعوا؟ احنا بنزرع وهم كبار بياخدوه. ايوه بيبيعوه ويصدروه. نعم. ارض واسعه يعني. نعم. بياخدوا من العائله كلها. اصبح لما اخواتي وولاد عمامي راحوا باعوا بره، كل العائله باعت بره. طبعا عشان اختلفوا ابتدوا ان مسكوا في بعض وفي ناس اتعورت والشغلانه كانت هتكبر. ابتدينا نلمها. طبعا عشان من 10 سنين بيجيله ازمه قلبيه. بعد المشكله بيجيله ازمه قلبيه. حصل وين حصلت المشكله احمد؟ عندنا هناك في البلد. في البلد. ومشكله مشاجره يعني خناقه اللي حصل. ايوه خناقه بس كانت هتكبر. الحمد لله ربنا كرمنا ولمناها. لمناها طبعا عشان مختلفين وعايز ارضيه علشان نديله زرع تاني. انا عايز ارضيه. انت عايز ترضيه. انا فاهم عليك. انت جاي على الاستوديو مش فقط انك تصالح عشم، ولكن بدك ترضيه وترجع تعطيه الزرع مره ثانيه. تديله زرع تاني. هيك حتقول له. خلاص وبنحسم الموضوع. هالامر ممكن انه يرجع يلم شمل العائلتين. انا هجيب اخواتي وولاد عمامي هديله الزرع وبعد كده العائله كلها تديله عادي. لانه عشان وانت بتمون عليهم الجماعه دول. انا عايز رضا عشان بعد رضا ربنا. بس انت احمد انت بتمون على هؤلاء الناس، يعني اخواتك. ايوه انا ليا كلمه عليهم. بتمون عليهم. ايوه ليا كلمه عليهم. لا كلمه عليهم. ايوه ليا كلمه عليهم ومشيها عليهم عادي. بتمشيها عليهم عادي. يا اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك انك جيت اولا. الله يخليك سعادتك. ويعني والبركه في سعادتك برضه، انت اللي تحلها ان شاء الله. بدي احلها والله. الله يخليك. بدنا نحاول نحلها. حلينا اصعب منها. الله يخليك. ان شاء الله بنحلها. على كل حال اتفضل. اخي احمد، وجهت الرساله انا لعشم. خلينا نشوف كيف تلقى هذه الدعوه وشو كان موقفه. اهلا استاذ جورج. احنا النهارده مشوارنا هيكون في منطقه المعادي عشان هنسلم دعوه حضور للاستاذ عشم.
مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك الاستاذ عشم؟ هو يا فندم. استاذ عشم، محمد حضرتك 45 سنه مظبوط؟ تمام. تشتغل تاجر فاكهه؟ استاذ عشم، انا مودي من برنامج الاستاذ جورج القباحي، ودي دعوه بيقدمها لك الاستاذ جورج. 4 مليون بالظبط، بس هو مش نفس البرنامج، هو برنامج جديد وفكرته جديده. اهم حاجه فيها ان احنا بنضع بعض الشخصيات، حضرتك من ضمن الشخصيات دي. فحضرتك هتشرفنا ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله، واحنا في انتظارك. اتفضل دعوه حضرتك. ماشي. استاذ جورج، استاذ عشم قبل دعوتك واحنا في انتظار ان شاء الله. شكرا استاذ عشم، مع السلامه. استمعنا إلى رواية الأخ أحمد سيد سعيد من الصعيد. الخلاف بينه وبين عائلة تانية، عائلته عائلة تانية، هو خلاف على محاصيل زراعية، على التجارة بهذه المحاصيل. راح منشوف كل تفاصيلها. الأخ أحمد إجا يصالح عشم هو بدنا نقول رئيس العائلة التانية، بده يصالحه وترجع الأمور مثل ما كانت، وبده يرجع يعطيه إنه يبيع المحاصيل اللي بينتجوها بأرضهم عائلة الأخ أحمد. نحن وجهنا الدعوة عشم قبلها، والسيد عشم موجود في الخارج، بدنا نتأهل فيه ونستقبله سوا بهذا الاستوديو. يتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بالحاج. طيب، ازيك يا يا اهلا يا حبيبي. الله يخليك. تفضل. اهلا وسهلا فيك سيد عشم. كيفك حبيبي؟ طمني عنك. الله يخليك. نور وصلنا ان شاء الله عليك. ربنا يتمنى على سعادتك. الشعبيه عندنا حلوه جدا يا استاذ جورج والله. الله يطول والله عمرك. قلبك طيب والله. انتوا حبايب قلبي. ربنا يخليك سعاده الباشا. حبايب قلبي. كلنا بتحبك والله العظيم. ولك شعبيه عندنا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك يعني. الله يخليك. ربنا يخليك يا استاذ جورج. ربنا يخليك سعاده الباشا. حبيبي، هذا انا سمعتك لما اعطاك الرساله قلت له من سيربح مليون؟ ايوه تمام. ما فيش ملايين. احنا جايين ناخذ منك ملايين. خدامينك يا سعاده الباشا. ربنا يخليك يا استاذ جورج. ربنا يخليك يا باشا. انت ابو طيب والله. تسلم يا حاج. الله يخليك سعاده الباشا. طمني، شو عندك اولاد حاج؟ عندي احمد الحمد لله. وحيد؟ احمد الحمد لله. ليش عمره؟ عنده 14 سنه. ما شاء الله. الحمد لله. بعده مش يعني فرخ يعني. الحمد لله. وما راحش الجامعه لسه، بعده بالثانويه. لسه. وماشي راضي عليه. الحمد لله. وبنات ما فيش؟ لا ما فيش. بس صبي واحد. الحمد لله باشا. الله يخليك. طمني التجاره زي الفل والله. الحمد لله باشا. والله. الحمد لله. والله نحن سعداء انك شرفتنا. ربنا يخليك. وانك جيت. ربنا يخليك سعاده الباشا. على هالبرنامج من ثقتك فينا. انت يا ابو قلب طيب. الله يطول عمرك. فعلا ونحن هذا البرنامج حاج ما له علاقه بالملايين، بس نتيجته اهم من الملايين. تمام. خاصه لما بتنقي القلوب بين الناس. تمام. وانت مع هذا الامر. انت خير كله. لانك انت، انا شايفك انت حامل قلبك على كفك. الحمد لله. وماشي. الحمد لله. بتوزع للناس. الحمد لله. الحمد لله باشا. الحمد لله. حاج. تمام. بدك تعرف مين دعاك. انت عايز تعرف مين اللي دعاك. انت بتاع خير كله يا استاذ صلح. انا دعوتك. وانت انما في رجل يمكن بتعز، بيعرفك وبتعز عليه اكثر مني انت. تمام. يعني بيحبك وبيعزك وبيريدك. تمام. هو اللي وجه لك الدعوه. تمام. بتحب تعرف مين؟ اللهم اجعل خير يا رب. طلع بهالشاشه. لا كده يا استاذ جورج، احنا كده عملت العمليه ومسكين جيت 6 ساعات. لا ما ينفعش عليا والله. ما ينفعش ابدا. لا يا ابو يوسف حقك عليا. حبيبي احمد معلش اسمع، بدي اقول لك شيء يا استاذ جورج. افهمني بس. افهمني والله فاهمك. بدي اتفاهم انا وياك. حاضر. انت مانيش معزي عندك انا. اقعد شوي. اقعد شوي يا بابا حبيبي. نحن بهالبرنامج سعاد خير. تمام. ليس اقل. تمام. وانا شخصيا ما بفرض شيء على الضيف. تمام. انت شرفتني بمجيئك له. الله يخليك يا باشا. وانت محترم. انت دخلت محترم الى هذا الاستوديو. تمام. وبتطلع محترم مكرم. مش كده بتطلع. لا بتطلع مكرم. تمام. فهذا الاخ انا عرفت قصته كلها. تمام. وهذا الاخ جاي من الصعيد خصوصي. تمام. لانه في يعني بعد 10 سنوات من القطيعه بين بعض. تمام. شاعر بالندم. تمام. وبالزعل. تمام. هو حزين، ما تفكر انه جاي يتحداك، لا معاذ الله. بالعكس جاي امام الملايين حتى يقول لك انت اللي عايزه. تمام. يا استاذ جورج، راجل خسرني اوليفات ويضرب اخويا ويضرب ابني واصالح معاه. تيجي ازاي دي؟ لا ما ينفعش. لا انا جاي ارضيك يا ابو معلش يا استاذ محمد. ربنا يخليك سعاده الباشا. معلش انت صلحه كله. معلش ربنا يخليك. خليني اقرا لك معلش بدي اقرا لك رسالته بس. خليني اقرا.
حاضر. اسمع عشان اقول لك شيء. حاضر. هلا نحن في خلاف، والخلاف مش عايزينه يتطور بقى. انت بدك يتطور؟ تمام. انت بتعرف شو بيحصل فوق عندكم يا بالصعيد؟ استاذ جورج انا راجل يعني كاتب عقودات مع الناس واخد بالك واتفاقات مع الناس خسرني الوفات كبيره. هيرجعها كلها. يرجعها ازاي؟ ترجع ازاي؟ هقول لك هلا بتشوف كتب لك الرساله الرجل، اسمعني انت رجل خير ورجل كلك بركه. خليني بقول لك اخي الكريم عشم، من بين كل اهل بلدنا انت اكثر واحد طول عمري بعتبره صديق واخ. وكان اخي ليا. طب اخي ليا. كان اخ لي وهو بيقول لك خسرت تجارتنا يا استاذ جورج وارجع صالح معاه. طول بالك هذا ليك الفلوس بتروح وبتجي، ومن بين كل العائلات حتفضل عيلتي وعيلتك اهل ونسايب، واللي بينهم اكبر من التجاره والفلوس. الدم بيجيب دم يا ابن عمي. احنا مش عايزين الدم، احنا مش عايزين، احنا حبايب مع بعض، احنا حبايب. نحن مش عايزين حبايب، هو في حاله واحنا في حالنا. واللي كان امبارح غلطه صغيره ممكن تتلم. لو ما وقفناش مع بعض بكره هتبقى دوامه كبيره تبلعنا جواها، تاخدنا وناخد عيالنا من بعدينا، واللي بيبقى لنا كلنا حزن وسواد وبيوت مخروبه. بيحكي عقل الرجل. انا النهارده قدام الناس بقول لك اننا نقدر نحط ايدينا في ايد بعض ونلم شمل العائلتين تاني ونرجع اهل زي ما كنا. انت طول عمرك كبير، هو بيقول لك، ولو كان حد من عندنا غلط زمان خلينا احنا نبص لقدام، وكفايه سنين عشناها خايفين على انفسنا وعلى عيالنا، واحنا في ايدينا نريح نفسنا. عشم انا جاي لك لحد عندك، افتح صفحه جديده معاك، اقول لك كفايه خراب، خلينا نرجع اصحاب ونسايب، ويا بخت من قدر وعفى وسامح، والمسامح كريم. انا حكيت معه، انا قال لي نحن انا واخواني وبمون عليهم وبمون على كل الجميع يرجعوا يعطوا المحاصيل كلها لعشم، ترجع الامور زي ما كانت بالاول، نقفل الصفحه السوداء دي ونفتح صفحه جديده. وانا بدي اياك تسمعه طالما انت جيت وانت قلبك شفتك بعيونك. يا حاج احمد تفضل كلمه. لا ابو احمد انت قاعد انت وجالس مكانك، انا عايز تكلم معاه، تطلع بالشاشه وتكلم معاه وهو يسامعك، بس علي صوتك. يا ابو يوسف انا حقك عليا يعني، واللي حصل بين العيال وبعضيتهم دي تنساه ونفتح صفحه جديده، وهجيب لك زرعي فينك من 10 سنين؟ فينك من 10 سنين خسرت تجارتي؟ فينك من 10 سنين؟ فينك؟ يا ابن عمي ما انا مش شايفك. شايفني فين؟ انا سبت البلد كلها ومشيت على مصر. يا ابن عمي انت يا امه يا ابن عمي انت يا امه ولا ابن عم ولا ابن خالي، ما ينفع الكلام ده خالص. يا ابن عمي انا اللي انت عايزه انا تحت امرك فيه، بس ارضيك. يا عم احنا مش عايزين حاجه، نبعد عننا. لا انا عايز ارضيك. احنا ما عايزين حاجه. لا انا عايز ارضيك. نبعد عننا ومش عايزين منهم اي حاجه. انا عايز ارضيك. بعرف نفسك هيساعدني فيها في خسرت تجارتي. ينفع الكلام ده؟ لا بس خلينا نوصل. انت عايز الخلاف يستمر ده؟ مش خلاف، هو الله يسهل له واحنا الله يسهل لنا. انا بحافظ على عيلتي، وانا كبير عيلتي يا استاذ جورج، احنا صغيرين، احنا كده كاننا. وهو كبير عيلته برضه. ماشي على دماغنا من فوق عشان كده سيبنا البلد ومشينا من الصعيد. لا بتخليني اقول لك مش عايز انا كده، انا عايزين مع بعضتنا برضه. اسمع، هو عايزك في الصعيد وعايزك. انا بحب السلام، انا بحب السلام. وانا بحب السلام لما جيت لك يا ابو محمد. احنا حبايب مع بعضينا والله يسهل لك ويسهل لنا. تمام؟ واحنا حبايب مع بعضينا. لا انا ما بتطلع. هم لما خدوا الزرع وبقوا بره يا استاذ جورج احنا متنا من الجوع. انا ما حصلش مني، هم بقى الزرع انا عملت معاهم وطيعه سهاله والحمد لله ماشيه زي الفل. تمام، وبعيد عن المشاكل. نعم انا بحافظ على ولدي. نعم اكيد مش عايزين مشاكل، هو الله يسهل له واحنا الله يسهل لنا. بس هو عم بيقول لك مش عايز مشاكل. احنا مش عايزين صلح، احنا مش بص من غير اي مشاكل. الله يسهل له يسهل. الصلح حد بيكرهه؟ انا راجل محترم مش بتاع مشاكل. هو الصلح حد بيكرهه؟ مشينا. واخد بالك، وفتحنا تجارتنا وبسم الله ما شاء الله وشغال زي الفل. طيب بس شو بيمنع انه مع الناس وفلوس مع ابو احمد شو بيمنع انه تتصالحوا؟ شو بيمنع؟ اذا كان يرضيك فلوس خد فلوس، هيرضيك زرع ولا عايزين فلوس ولا عايزين حاجه. اللي يرضيك، اللي يرضيني بعد عننا. لا ما بعد عنك، انت ما تشهين عليهم، بس الرجل ده انت مش هين عليه، عزيز عليه وجاي بعد 10 سنوات، هو مفتقدك عاوز يصالحك، ترفضه؟
انا بجري وراك لك بقالي ايده كتير وانت مش موافق. انت يا سيدي انت ما تختلط معهم، بس هو عم بيقول لك انا بدي ارجع صداقتي معك في نسب وفي صداقه. والله يا استاذ جورج ارجع اقول لك انت بيت الخير كله الله يطول عمرك، وانت بتاع الصلح كله بتاع الخير كله. انتوا بتاع الخير، انا ماليش دعوه، انا رجل حاول اقرب. بسم الله ما شاء الله عليك بتاع الصلح كله بتاع الخير كله. الله يطول بامانه الله يطول يعني انت لك محبوب جدا في القاهره ومحبوب جدا. الله يخليك حبيبي، بس انا والله بكون سعيد اكثر لما بتصفى القلوب. اجى الرجل ما حدا جابره، هو عرف بالمسامح كريم، انتبه ما حدا طلب منه يجي، هو اجى لحاله قال انا بدي صالح السيد عشم، ده صديق عمري صديق طفولتي وبدي رجع العلاقه معه. هلا تسيبه اذا الامور ماشيه زي ما هي. جورج احمد كان اخ ليا. طيب احمد كان اخ ليا، هو اخ لي، احمد في يوم من الايام احمد في يوم من الايام انا وقعت هو اللي خدني وداني المستشفى. طيب تمام، بس طبعا انا عملت كده ليه؟ عشان نبعد عن المشاكل. ما هو مش عايز يعمل مشاكل وانا مش عايز المشاكل، وبقول لك هو جاي يخلص من المشاكل. انا طلبتك في مواعيد كبيره وانت ما وافقتش، النهايه خلص قلت للاستاذ جورج هو اللي يحل. يعني ما كانش مضطر بعد 10 سنوات يجي يوقف امام ملايين الناس ويدعيك بشبابك الجميل كده وشطلتك الحلوه، يدعيك على الاستوديو وزعامتك ويقول لك انه نحن بدنا نتصالح يا اخي بدنا نرجع، ويلعن ابو الفلوس بيرجع الفلوس. قال لك انا بدي ارجع المحاصيل كلها ويرجع ياخذها عشان معاد. عرضت عليه ربع مليون جنيه ما وافقش في الميعاد. ولا عايز ربع مليون ولا عايز نص مليون. مش عايزك يا خلاص خد الزرع. احنا مش عايزين فلوس. خلاص خد الزرع. مش خد الزرع ورد لبعضيتنا. خد لان انا بعزك اصلا وانت عارف من زمان. في معز يعني هذا رجل يعني تعالى على الام. مش خوف يا عاشم، انا ما بخافش وانت عارف انا ما بخافش، بس انا بعزك. ولا خوفك ولا تخوفك. انا بعزك ولا تخوفك ولا خوفك. انا مش قصه خوف يا حاج احمد. يا حاج احمد مش قصه خوف ما خوف يا حبيبي. هو الموضوع ادب واحترام واخد بالك، والبدل مع بعض كله. انا اللي بعزك لبدايه اجري وراك، انا اللي بعزك لبدايه اجري وراك. اسمع يا بابا اسمع، خليني احكي كلمه. ابو احمد اتفضل. انت مقدر له هذه الخطوه اللي قام فيها انه يجي امام الناس ويعتذر لك ويقول لك بدنا نتصالح ونرجع حبايب، مقدر هالشيء ولا لا؟ والله يا استاذ جورج انت بيت التسامح كله وتدخل في الخير كله. الله يطول انا ما اقدرش اتكلم عشان خاطرك انت، اقدر اقول لك كلمه واحده بس، عفا الله عما سلف. عفا الله عما سلف يعني مسامحه سامح كريم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك والله. الله يبارك حبيبي. الله يسعدك الباشا. خليك هناك جاي العزة يلا. يا هلا بالحي، يا هلا فيك والله. تعالوا نقف هنا في الوسط، تعالوا هنا في الوسط عشان هيك الناس كلهم يشوفوكم، واهل الضيعه فوق اهل القريه يشوفوكم ويشوفوا كبر قلوبكم. ده انتم امصولي بالتسامح وبالكبر وبالاخلاق، وانا هذه الامصولي بدي تتعمم على هالوطن العربي. الله يخليك الله يخليكم. خلاص حنروح اليوم تعزموا الحج. وين حتاخذوا الحج اليوم؟ هاخده عندي البيت ان شاء الله. خلاص حج ان شاء الله عنده على البيت. واتمنى يا استاذ جورج ولا عندي برضه. يلا اتمنى تيجي عندي وتشرفنا بامانه. والله والله شرف. انت بسم الله ما شاء الله شعبيه جميل عندنا والله العظيم. شرف اللي ربنا يخليك يا استاذ جورج. ربنا يسعدك يا باشا. الله يخليك الله يطول عمرك. شكرا يا باشا. شكرا يا حاج. تفضلوا سوا. مع السلامه في امان الله. اقسم بشرفي انا كنت حاسب انه هذه القضيه من اصعب القضايا، يعني من قضايا الثأر اللي فعلا مخيفه، والحمد لله شوفوا كيف انتهت بكل بساطه. يعني شوفوا الناس قلوبها طيبه. على كل حال الى قصه جديده مع المسامح كريم.